وما إلى ذلك من أسماء أكيد سيكون له شعبية بحجم البطولات اللي حققها. رافينيا عرضية ولكن تبعد من كومباني. خطورة البايرن ما زالت متواصلة. سمير نصري يلعب كرة إلى نيجريدو، نيجريدو يتقدم، نيجريدو في حالة انفراد وهدف فاول للسيتي عن طريق الإسباني. نيجريدو تمريرة من الأمير من سمير نصري، يلعب كرة إلى نيجريدو يخطف فيها مدافعين، يلعب كرة على يمين مانويل نوير في القائم الأيمن، تتحول مباشرة إلى مرمى البايرن. 1-0. السيتيزنز يفشل في إبعاد الكرة، دانتي يمر من خافي يلعبها على يمين نوير. 1-0 للبلو مون، 1-0 للسيتيزنز، 1-0 للسيتي يتقدم على البايرن في الدقيقة 61 على عكس سير المباراة، على عكس مجريات المباراة. لاحظوا بيب غوارديولا، فيليب لام، شاكيري، شوف تحرك من هناك من مانزوكيتش وركلة جزاء لمصلحة البايرن، ركلة جزاء لمصلحة البايرن. بابلو زاباليتا يلمس الكرة بيده، شوف 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 شوف، لا الكرة مش واضحة حقيقة. هذه الكرة ممكن تكون أوضح من هذه الزاوية. شوف الكرة لمست يد بابلو زاباليتا ولكن لا أدري إن كانت الكرة مقصودة أم لا من بابلو زاباليتا. عموما ركلة جزاء لمصلحة البايرن. وتوماس مولر في مواجهة كوستيل بانتي لومون أحد نجوم المباراة، تألق كثيرا، صد أكثر من فرصة خطيرة لمصلحة البايرن. هل يفعلها مثلا ويصد ركلة جزاء؟ توماس مولر يتقدم، مولر ويضع الكرة في مرمى السيتي ويسجل التعادل لمصلحة البايرن، يسجل التعادل لمصلحة زعيم ألمانيا وبطل أوروبا. جمهور البايرن سعيد بهدف التعادل. هنا في مسرح اليانز أرينا لمسة يد على زاباليتا، حطها بشكل ممتاز مولر في الدقيقة 65. الكرة في جهة وبانتي ليمون في جهة أخرى. 1-1. البايرن لم يتأخر بالعودة في نتيجة المباراة. ضغط مستمر من البايرن بحثا عن هدف ثاني. رافينيا، تقدم السيتي عن طريق نيجريدو، تعادل البايرن عن طريق مولر من ركلة جزاء. جيروم بواتينغ، كرة في مكان ممتاز إلى توماس مولر، يلعب كرة خطيرة والثاني للبايرن، الثاني للبايرن. جيروم بواتينغ عنده البداية وعنده النهاية، هو اللي نقل الكرة أقصى الجهة اليمنى وهو اللي حقيقة يعني سجل الهدف الثاني مباشرة في مرمى السيتي، يقلب تأخره بهدف إلى تقدم بهدفين. شوف جيروم بواتينغ، هو نعم عنده البداية وهو عنده النهاية. جيروم بواتينغ يسجل هدفا ثانيا لمصلحة البايرن. لاحظ الكرة، لا 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 لا، الكرة برأسية مانزوكيتش والفرحة كانت عن طريق جيروم بواتينغ. 2 البايرن 1 المان سيتي.